السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي كده في التعليقات، وحطولي اللايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتعالوا شوفوا الجمدان اللي قدامنا ده، اللوحة الفنية اللي قدامنا دي. شايفين الكشري المصري الجامد ده؟ تعالوا اقولكوا انا عملته ازاي. جبت حلة، حطيت فيها شوية زيت، وحطيت فيها الصلصة، الطماطم بتاعتنا يعني اللي هنعملها صلصة وكده اهي، وهسيبها تتسبك. وبعد كده هحطها البهارات بتاعتها. جبت بقى الهون، وحطيت فيه فلفل احمر او اخضر اللي انتوا عاوزينه. هدوقه كده. زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما دقيته كده هحط عليه ملح وشوية خل وشوية شطة عشان تديها طعم. بعد كده جبت شوية صلصة بعد ما اتسبكت، وهحطها عليها كده بعد ما تبلناها طبعا. جبت بقى طاسة، حطيت فيها الشعرية وهحمرها كده. هخلي يكون لونها ذهبي قوي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وتبلت الصلصة اهي زي ما انتوا شايفين. وجبت بقى الشعرية بعد ما حمرتها اهي، شايفين لونها حلو ازاي. جبت بقى العدس وهحطه على الشعرية كده، وهديهم تشويحة كده هما الاتنين مع بعض. اقلبهم كده مع بعض يتشوحوا. بعد كده هجيب الرز بتاعي طبعا مغسول كويس جدا، وهحط عليهم كده واقلبهم كلهم مع بعض. بعد كده هجيب معلقتين صلصة من اللي احنا سبكناها واحطهم عليهم كده. بعد كده بقى جبت المكرونة نية، ما تقلبوش المكرونة ولا حاجة، سيبوها كده على الوش وهي هتستوي كلها مع بعضها وهتتقلب. حطيت كمان 3 معالق كده ولا 4 على المكرونة من الصلصة، شوية كده يعني بالبركة. جبت بقى المية بتاعتي وحطيتها وكده. بعد ما استوى معانا الكشري المصري زي ما انتوا شايفين، مفلفل وحلو ازاي، والمكرونة فوق استوت والكشري استوى تحت. شايفين ده؟ انتوا شايفين اهو، خليهم كلهم كده مع بعض. بعد كده اما الكشري خلص اهو، يلا بينا بقى علشان نغرفه في الطبق مع بعض. يلا بقى عشان نغرف الكشري مع بعض في الطبق. هحط كده كشري، شايفين مفلفل وحلو ازاي. جربوه ان شاء الله يعجبكم. هحط كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هجيب الصلصة بتاعتي واحطها برضو عليه. شايفين الصلصة حلوة ازاي. احطها بقى كده على الكشري اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى احط عليه الدقة اللي احنا عملناها. اهو. بعد كده بقى ايه، رشيت شوية بصل كده على الوش. شايفين بقى كشري حلو ازاي. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة،
ومع السلامة.